ونبدأ جولتنا السياحية مع الباحث الأثري والمرشد السياحي الأستاذ أحمد السنوسي. برحب بحضرتك معنا. اهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ أحمد السنوسي، حضرتك طبعا ليك أبحاث وليك كتب وليك دراسات في مجال الآثار والسياحة، أيضا مرشد سياحي. نعم. يعني مؤخرا في حضرتك كتبت كتاب اسمه ترميم التاريخ. والكتاب فيه مجموعة من يمكن النظريات والآراء التي غيرت الكثير من المفاهيم المنتشرة والشائعة. ذلك إن شاء الله. وحضرتك يعني كله كان بالدلائل والبراهين. نعم. وإن جامعة القاهرة أيضا متفقة معاك في هذا الاتجاه. بإذن الحمد لله إن شاء الله. طب نعرف بقى من حضرتك يعني نبدأ في الأول، يعني كيف بدأت فكرة هذا الكتاب وعنوانه ترميم التاريخ؟ نعم. هو كلمة ترميم التاريخ هو في ناس كتيرة جدا أنا بسمعها منهم، يعني سواء كنت لسه طالب في الكلية أو أثري ثم مرشد سياحي طبعا، وأتشرف إن أنا أكون مرشد سياحي وأثري في نفس الوقت، لأن كده باخد العلم عملي ونظري. يعني جمعت بين العملي والنظري. لأن احنا في الإرشاد السياحي طبعا احنا بنروح نزور مناطق مصر كلها بما فيها الصحراء الغربية لحد حدود السودان وليبيا، وطبعا بخلاف المناطق المشهورة زي الأقصر وأسوان وكذلك. فالعشق هو اللي دفعني ان انا ابحث. يعني كلمه ترميم التاريخ دي مش من عندي، لا انا سمعتها كتير جدا وسمعتها بعد ما عملت، لكن من بحثي في الشغل العملي والنظري ودخولي للمعابد وقراءه نصوص، وبالذات ان انا رحت اشتغلت في المانيا من قيمه 3 سنين في متحف فرانكفورت، فتعلمت حاجات كتيره جدا. بس في الوقت ده وانا في المانيا كنت بجهز فعلا في مصر فكره ترميم التاريخ. ترميم التاريخ عشان اخدها على عواينها كده، لا دي فكره مرفوضه تماما. انما ترميم التاريخ لازم احدد انا بتكلم في ايه بالظبط. هل هي الحياه الاجتماعيه ام الحياه الدينيه وهي الاهم، ام مثلا حضاره النوبه اللي النهارده يعني اوروبا كلها بتقول لك حضاره الحبشه. لا، هو ما فيش حاجه اسمها حضاره الحبشه، وفي حاجه اسمها حضاره النوبه، حضاره الزنوج، لكن دي ملهاش علاقه بالحبشه خالص. دي برضه هنبقى نتكلم عنها برضه جزئيه يعني مهمه. هي حضاره النوبه، لان النوبه جزء مكمل لتاريخي المصري. وطول عمرنا واحد الى حصل الانفصال السياسي في عهد عبد الناصر سنه 56، لكن قبل كده اسمها مصر والسودان. ففكره ترميم التاريخ هناك عبارات معينه احنا بنرددها لحد النهارده بدون ما نبحث فيها. هناك بعض من اباء التاريخ القدماء ما زلنا نعظمهم بدون ما نبحث في كلامهم هم. يعني اوضح لك ازاي. احنا مثلا سمعنا عن هيرودوت قال كذا كذا، طب هي فين كتاباته؟ جايز اللي علمني ده او اللي كتب كتاب عن ده ما قراش النص الاصلي، فلازم ارجع اشوف النص الاصلي قال ايه. جميع هذه النصوص انا درستها باللغه الالمانيه، ولقيتها تختلف كليا وجزئيا عن اللي احنا بنعيشه في الواقع وبنشوفه في المناطق الاثريه، لدرجه النهارده انا مقتنع جدا ان هيرودوت لا يفقه شيء عن شيء اسمه الحضاره المصريه القديمه. يعني طبعا كل الناس بتتكلم على فكره التحنيط وبالغ في موضوع التحنيط. انا ما بتكلمش على التحنيط كتحنيط، انا بتكلم على كل شيء قالها في الحضاره المصريه القديمه. يبقى اذا هيرودوت ده ما اعتبروش مصدر ما زال يدرس في جامعه مصدر القاهره المعلومه للمعلومه. واحد زي يوسفوس، ولولا يوسفوس هذا، رغم بقى يكون يهودي يكون مله تانية دي مش مشكله، احنا بنتكلم على التاريخ بصحيح التاريخ. كل الناس عارفه واحد اسمه يوسفوس سنه 70 في الاسكندريه، وهو اللي رد على مانتون السمنودي اول مؤرخ مصري. طب انت قريت هو قال ايه بالظبط؟ انا هنا مش بقضيتي ان هو كان يهودي ولا مال لليهود ولا مش مال لليهود، مش دي المشكلة. لكن انا بعتبرك مصدر من مصادر التاريخ المصري. انا عايزك اشوف انت قلت ايه. اكتشف مثلا في المانيا حضرتك ان الوحيد اللي جاب كلام يوسفوس، وجابه طبعا عن طريق روما والحكومه الايطاليه، الاوراق الاصليه بتاعته ان هو كتب الحاجات دي وهو في السجن في روما بعد تدمير اسرائيل سنه 70، فاتقبض عليه في اسكندريه وتم ترحيله مع العبيد الى روما. والعبيد هنا طبعا اللي هم بني اسرائيل. فكتب الرد على مانيتون. ولولا هذا اليوسفوس ما كنا احنا في التاريخ عرفنا واحد مصري اول كاتب للتاريخ اسمه مانيتون.
طيب يوسفوس الكلام اللي قاله، رد عليه في لا هو رد عليه انه طبعا هو كان بيمدح بني اسرائيل طبعا. يعني يوسفوس لا انكر انه كان بيمدح بني اسرائيل. ولذلك انا في بحث عملته اسمه الهكسوس في مصر، ودي كانت ندوه واتسجلت تبع الاثريين العرب، والحقيقه دي واخده استحسان جامد جدا. لان انا قلت كلام عن الهكسوس في مصر لم تعرفه مصر من قبل، ودي برضو فكره من ترميم التاريخ. يعني حضرتك ذكرت ايضا موضوع الهكسوس في مصر في هذا الكتاب. ده شيء، ما هو انا مرمم التاريخ في، مش على يعني مش في جزء معين، لا في كل، حتى في اللغه المصريه القديمه. يعني انا لما عملت ندوه الهكسوس، ودي كانت تحت اشراف الاثريين العرب في مركز فلاش تبع الاثريين العرب، جميع الحاضرين بلا لدرجه ده في ناس حضروا هذه الندوه انا ما اعرفهمش، اثريين، واثريين ليهم دكتوراه وليهم ابحاث لحد النهارده وشغالين في مواقع، بيكلموني يتعرفوا عليا، عايزين يتعرفوا عليا عائليا ويعرفوا ولادهم ببنتي وهكذا. لان يعني انا النهارده في مين اللي قال حضرتك ان مثل بسيط جدا، لان التاريخ طويل طبعا. طبعا هناخد بعض. مين اللي قال ان الهكسوس دخلوا مصر بحاجه اسمها العجله الحربيه؟ لا طبعا هم جابوا العجله الحربيه وجابوا الحصان، لان ما قبل دخول الهكسوس ما كانش فيه حصان في مصر. واول ذكر للحصان في مصر تبع حاجه اسمها السيسمت او السيسم اللي بالعبريه، دي كانت في الاسره مثلا 13 14. لكن ما قبل ذلك ما كانش فيه حمار. يبقى اذا عهد موسى عليه السلام من هذه النقطه بس، لان معروف ان فرعون موسى كان يركب بغله، لانه لو كان عنده قوه الحصان كان ركب حصان. كان ما دي برضو نقطه لمن هو موسى عليه السلام في مصر، فالتاريخ لازم يترمم. فهنا مثلا العجله الحربيه، طب ايه رايك انا في الندوه اللي انا عملتها بفكر معين، لقينا ان العجله الحربيه كاستخدام حربي يعود الفضل ليها لام الدنيا جمهوريه مصر العربيه. حد تحدث فيها؟ مفيش، بل بالعكس، ده احمس الاول طارد الهكسوس هو الذي استخدم هذه العجله حربيا، وليس الهكسوس. طورها، عمل فرقه اسمها فرقه النشابين اللي هي رمي بالنبال والرمي بالاسهم من على العجله الحربيه. يعني حتى لو الاجانب بيذلونا يقولوا لا العجله الحربيه دخلها لكم اسرائيل ولا الهكسوس ولا اي مسمى مسميات، نقول لهم مش عيب، انا اليابان النهارده بتديني صنعه معينه وهي اساسا امريكيه الصنع. لكن عملوا لها عمليه تصغير. بقى هنا ما اقدرش اقول هم حطوا فيها ابداعهم وفكرهم. لما حطوا الابداع اصبح المنتج الياباني احسن من المنتج الامريكي. الامريكي بيشتري الياباني خلاص. فانت جبت لي حاجه اسمها عجله حربيه، انت جاي ناقل عليها اغراضك، ناقل عليه. وبعدين ثم من قال ان الهكسوس هم اولا صناع هذه العجله؟ لا، دول واخدينها من الفرس. يعني هم بس نقلوها لمصر، انما مش هم خدوها استخدوها ودخلوها مصر. فلما انا عملت الندوه عن الهكسوس وتكلمت عن تاريخ الهكسوس، ودي برضو احد نقاط ترميم التاريخ، اكتشفت من دراسات هنا او من هنا او من هنا ان الهكسوس لم يدخلوا مصر بعجلات حربيه محاربه، بدليل ان يوسفوس نفسه هنرجع له تاني قال انهم دخلوا الارض سالمين. يعني هو هنا استخدم العجله الحربيه كاداه لنقل معدات اغراض، والناس انما لم يستخدمها مش في الحرب. بدليل واحنا بقى هنا المصريين طوروها فيما بعد احمس طبعا، واستخدمناها كاداه حربيه وزهور العسكريه المصريه، واخد بالك، ودي من مفاخر العسكريه المصريه. لان انا لما باجي اتكلم على التاريخ انا مش شرط ان انا اقعد امدح في فلان وعلان، انا بمدح في تاريخي. مصر بلد مش سهله، انا بقولها لحضرتك بمنتهى الامانه، بس يمكن الطبقه المثقفه هي اللي طول عمرها تعبانه، هي طول عمرها يعني اقول لك ايه، ما بيعجبهاش حاجات كتيره في البلد، لان حب هذا البلد ليس بالكلام ولا بالشعارات، كلهم في تخصصه. يعني انا في علم الارشادي والعلم الاثري ادافع عن حضاره البلد في هذا المجال. انت في المجال اللي انا متخصص فيه نفس الشيء فيه. مهندس نفس الشيء. احنا لو كلنا كافحنا في كل في مجاله، في المجال اللي احنا بنعشقه، لو كنا بنعشقه هنصل. لكن مصر التاريخ لا، بلد مش سهله خالص خالص خالص، لا بلد عظيمه، ونحمد الله ان احنا مصريين. وانا مش بقول الكلمه دي عشان انا في الاعلام او في الاذاعه، لا دي حقيقه. تاريخي مشرف.